الحمد لله واحد لا من قلة وموجود لا من علة، بالبر موصوف وبالإحسان معروف، معروف بلا غاية وموصوف بلا نهاية. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هداه لطاعته إلى صراط مستقيم، وأباح أهل محبته جنات النعيم، وعلم عدد أنفاس مخلوقاته بعلمه القديم، ويرى حركات أرجل النمل في جنح الليل البهيم. وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، بلغ الرسالة وأدى الأمانة وتركنا على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. يا مصطفى ولا أنت ساكن مهجتي، روحي فداك وكل ما ملكت يدي، إني وقفت لنصر دينك همتي وسعادتي ألا بغيرك أقتدي. قد لامني فيه العذول ولم درى، نعم الغرام به لكان مساعدي. يا رب صل على الحبيب المصطفى واجعله شافعنا بفضلك في غد. اللهم صل عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن الحبيب من مقتضى حبه أن يتجلى على حبيبه ببعض صفاته. ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان أجلى ما ترى فيه هذه الصفة. فقال أهل العلم لما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من بيته مهاجرا إلى مدينته، خرج وهو مكسو بتجلي من تجليات لا تدركه الأبصار، فخرج صلى الله عليه وآله وسلم والناس ينظرون إليه ولا يدركونه بأبي هو وأمي صلى الله عليه وآله وسلم. نعم، هذا من تجلي الله على حبيبه صلى الله عليه وآله وسلم. فهل تجلى الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم على أحبابه من أمثالنا ببعض صفاته؟ هذا سؤال يسأله الناس ويسأله المحبون. هل لنا من بعض صفاتك يا رسول الله، من بعض أنوار تجليات صفاتك يا رسول الله؟ قال انظروا، هل تذكرون أن جبريل قال لي لو تقدمت لاخترقت ولو تقدمت لاحترقت؟ كنا نذكر هذا جميعا يا رسول الله عندما ذهبت لتكون في حضرة لا ينالها غيرك يا رسول الله. لقد كنت في عين العندية الربانية في التفريد للنبوة المحمدية. قال تذكرون هذا؟ كنا نذكر هذا. قال وما لكم لا تفهمون؟ ألم تسمعوني وأنا أقول ما جلس قوم في بيت من بيوت الله يذكرون الله ويتدارسون آياته إلا حفتهم الملائكة
كنا نذكر هذا الحديث يا رسول الله. قال أما سألتم أنفسكم ولو لمرة لماذا قلت وحفتهم الملائكة ولم أقل وتخللتهم الملائكة وتصدرت مجلسهم الملائكة؟ وهذا كان عقليا، إذ أن الملائكة من نور وهذا مجلس من مجالس النور، فتتخلل الملائكة ذلك المجلس لتجعله مجلسا يتخلله النور أو أن تكون في صدره. نعم هذا معقول، ولكن أن تحفه الملائكة هذا ما يجب أن نسأل عنه. وكان مشايخنا رحمة الله عليهم وأمد الله في أعمالهم كنا إذا جلسنا في مجلس العلم يقول تضاموا حتى لا تؤذوا إخوانكم من الملائكة الذين يحيطون بكم. وما المسألة؟ قال رأيتم الملائكة تحيط بكم ولا تتقدمكم ولا تخترق صفوفكم ولا تخترق حلقتكم. أتعرفون لماذا؟ لأنهم يعلمون أنكم أنتم المقصودون بالأنوار وأنتم محل الأنوار، لأنكم أنتم الذين اتصلتم بسر الأسرار بمحمد النبي المختار. فلو تقدمت الملائكة في مجلسكم لاحترقت وأنتم ما زلتم تخترقون بحر الأنوار إذ ينظر الله إليكم. ولو تقدمت الملائكة لاحترقت، ولكنكم أنتم تخترقون في حضرة مولاكم. وإذا أردتم أن تعرفوا ذلك إذ أن الله سبحانه وتعالى يأخذ ذكركم إلى حضرة قدسه فيذكركم في الملأ الأعلى على هيئة ماذا؟ على هيئة أن تنالوا لذة من لذات صفات الحبيب ورفعنا لك ذكرك، فترفع أذكاركم كما رفع ذكر من أنتم متصلون بسره صلى الله عليه وآله وسلم. فيحصل لكم ورفعنا لك ذكرك بسر الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم. من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه. أليس هذا رشفة من كأسي ورفعنا لك ذكرك؟ ألم أقل لكم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب لنا الله أن يتجلى علينا ببعض صفاته، فتقدمنا إلى محفل الأنوار وتقدمنا على الملائكة، ولو تقدمت الملائكة لاحترقت، ولكننا نتقدم فنخترق في حضرة مولانا سبحانه وتعالى. واسمعوا هذا العجيب، ما زال دورة تاج المخلوقات جميعا الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم. ثم أنتم تعلمون أن الله سبحانه وتعالى يباهي في مجالس الذكر ملائكته. بعض الناس يفهمون أن الله سبحانه وتعالى يباهي ملائكته أي يفتخر على الملائكة بهؤلاء العباد الذين يذكرونه. هذا فهم يا عباد الله إن كان فهما مقبولا، ولكن أهل الله ينظرون فيه. هل الله سبحانه وتعالى يحتاج لفخر يفتخر به من خلقه؟ وذكرنا ينفعنا ولا ينفعه سبحانه وتعالى. إذا ما السر في قوله يباهي بهم ملائكته؟ قالوا أنتم لا تفهمون أنه يباهي، إنما جاءت من البهاء. إن الله سبحانه وتعالى لما ينظر لأهل حضرة ذكره يملأهم بأنوار خاصة لا يعرفها مخلوق سواه، لا تعرفها حتى الملائكة. ودليل ذلك أن الملائكة تنزل لتتفقد مجالس الذكر لأنها ترى أنوارا لا تراها. إذا فما معنى يباهي بها ملائكته؟ أي يرفع مجالس الذكر ويرفع الذاكرين بأنوارهم فيخطف أبصار الملائكة بشدة أنوارهم ومن شدة بهائهم. يباهي بهم ملائكته أي
يريهم أنوارهم وبهاءهم فيباهي بهم ملائكته، يعني يخطف أبصار ملائكته بماذا؟ بأنوار الذاكرين له. ألم تعلموا من أين جئنا بهذا النور؟ من صاحب النور صلى الله عليه وآله وسلم. ورسول الله صلى الله عليه وسلم جعل مجالس الذكر مجالس أنوار، وكأنه لما ارتفع فكان قاب قوسين أو أدنى، وكان عند سدرة المنتهى، وتجلى الله عليه بما ما كذب الفؤاد ما رأى، أتى بأنوار وجعل سرا من أسرارها لأحبابه، وكساهم رحمة من رحمته صلى الله عليه وسلم، حتى يستطيعوا أن يكونوا في حضرة مولاهم، وأن يكونوا محل نظره ومحل ذكره. يا عبد الله، أنت تظن أننا كنا نتحمل فاذكروني أذكركم؟ لا والله، فلولا ورفعنا لك ذكرك ما تحملنا فاذكروني أذكركم. فلولا سر ورفعنا لك ذكرك ما استطعنا أن نتحمل أنوار وجمال وتجليات فاذكروني أذكركم. فلما تحمل رسول الله صلى الله عليه وسلم علينا أنوار الذكر تحملنا أن نكون مذكورين عند رب العالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وتوبوا إلى الله يغفر لكم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله المبعوث رحمة مهداة، أما بعد، فأحقق يا حبيبي إن قلبي يطير إذا ذكرتك في خيالي، فكيف إذا رأيت بأم رأسي جمال الحسن في إحدى الليالي. اللهم صل وسلم وبارك وسلم على ذلك النور الأبهى المصطفى المختار صاحب الأنوار صلى الله عليه وآله وسلم. ولولا أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تحمل أنوار أن يكون مذكورا، وتحمل أنوار أن يكون مرفوع الذكر، ولا يتحمل مثل هذه الأنوار إلا الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم. فلا أحد يستطيع أن يتحمل أنوار تجليات الله سبحانه وتعالى بالذكر مثل الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك كسينا برحمة من أرسله الله رحمة للعالمين. فإن الناس يظنون أن العباد يحتاجون لطاقة ولحول وقوة ليتحملوا جلال الله. لا والله، نحن نحتاج إلى رحمة الحبيب، وأن يكسونا الحبيب رحمة، وأن يقسم لنا من رحمته صلى الله عليه وآله وسلم لكي نتحمل تجليات جمال الله سبحانه وتعالى. فإن العاشقين المحبين لله سبحانه وتعالى يخافون ويحذرون من شدة الجمال كما يحذرون من شدة الجلال. فإن جمال الله سبحانه وتعالى لا يتحمل إلا بأنوار رحمته سبحانه وتعالى. ولذلك إذا أراد الله سبحانه وتعالى وكتب لواحد أن يدخل الجنة، كيف يدخل الجنة؟ يشرب شربة من يد الرحمة صلى الله عليه وآله وسلم قبل أن يدخل الجنة. لماذا؟ ليلقى الله برحمة الله بسيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. مشهد القيامة يا عباد الله مشهد محمدي بجدارة، فهو الشافع صلى الله عليه وسلم، وهو الذي يكسو الناس رحمة قبل دخولهم للجنة. واسمعوا إلى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقول: لن يدخل أحد الجنة بعمله. ورواية أخرى: لن يدخل أحدا الجنة عمله. قال: ولا أنت يا رسول الله؟ فانتظر
قال ولا أنا. الناس يقولون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يستدفع عمله. استغفر الله العظيم، ما هكذا يقال مع رسول الله، فإن أعماله ما كانت إلا نورا وأعماله وما كان خلقه إلا القرآن صلى الله عليه وآله وسلم. فليس المعنى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يستصغر أو يستدفع أعماله التي هي كانت أنوار ربه، ولكن الحبيب صلى الله عليه وسلم يقول والله لا أدخل حضرة مولاي إلا بمولاي، والله لا أدخل حضرة مولاي إلا بمولاي، إلا أن يتغمدني الله برحمته. لا أدخل حضرة جماله إلا بحضرة رحمته. قال وانظروا في حديث رسول الله يقول إلا أن يتغمدني الله برحمته، لم يقل إلا أن يكسوني الله برحمته، يتغمدني، فيكون رسول الله صلى الله عليه وسلم كالسيف في الغمد، والسيف الغمد مغمور، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كسوى رحمة وزادت عن حاجته صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى قدر في الحبيب أن يكون الله معطي ورسول الله قاسم، فهو أبو القاسم وهو القاسم، فيقف على باب الجنة صلى الله عليه وآله وسلم ليقسم لنا مما أفاض الله عليه من رحمته، فندخل على الله برحمة الله بكف رحمة الله للعالمين صلى الله عليه وآله وسلم. فندخل على الله برحمة الله فلا نحترق من شدة أنواره سبحانه وتعالى، لا نحترق من شدة جمال أنواره سبحانه وتعالى. لماذا؟ لأن الذي تغمده الله برحمة سقانا شربة، كأنه لما سقانا شربة. لماذا؟ تخيلوا أن العبادة يذهبون ليدخلوا الجنة وقلوبهم قد امتلأت من حرارة الشوق إلى لقيا حبيبهم، فإذا لاقت أنوار الشوق أنوار الجمال احترق الوعاء. إذا لاقوا الله سبحانه وتعالى بأنوار الشوق فقابلتهم أنوار الجمال احترقوا. فماذا؟ فلا بد أن يسكب عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم من ماذا؟ من ماء أنوار رحمته. فإذا دخلوا على الله تحملوا أن يلقى الله سبحانه وتعالى وأن يلقوا جماله سبحانه وتعالى بأنواره صلى الله عليه وآله وسلم. إنما أنا قاسم والله يعطي، فيقسم لنا من رحمته وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ولا بد أن تعرفوا وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين لأهل الدنيا، للعالمين من الدنيا. وماذا يفعل العالمون من الآخرة؟ وما أرسلناك إلا رحمة لأهل العالمين من الدنيا وأهل العالمين من الآخرة، بما فيهم من يدخلون الجنة، فكيف تقسم رحمته؟ كيف يكون رحمة لمن يدخل الجنة؟ أن يذوق من رحمته فيستطيع أن يلقى جمال الله سبحانه وتعالى برحمة رسول الله. هكذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يصل المحبين بالله سبحانه وتعالى ويبسط لهم من رحمته. ولذلك يكون من أسوأ ما يكون أن يرغب الواحد من الناس عن رسول الله، والرغبة عن رسول الله لعنة. من رغب عن رسول الله فهو قد خرج من الرحم. الذي يترك رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الجنة، ترك الرحم. فإن الصحابة لا يعرفون الجنة إلا برسول الله، إنما يحرك حلق الجنة لكي نعرف أنها الجنة، وإنما يسقينا لنعرف أنها الجنة. فرسول الله صلى الله عليه وسلم جنة الجنة بأبي وأمي صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك لا يستغرب أحدا إذا تكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحتكر والغاش فقال من غشنا فليس منا، ثم يتكلم عن المحتكر يقول ملعون من احتكر، يعني خارج من النسبة إليه نسبة الرحمة. فكل من غش أو احتكر خرج من رحمة الحبيب صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. فكان الاحتكار والغش ليس فيه رحمة الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم. وأنا أريدك عندما تتخلق بكل خلق
أن تحاول أن تتنسم أنسام الحبيب صلى الله عليه وسلم في ذلك الخلق. فلو دخلت بهذا الخلق على هذا الخلق للحبيب صلى الله عليه وسلم شم قلبك رائحة طيبة هي رائحة من رائحة الجنة. فإن من كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم كان من أهل الجنة. حتى كان الصحابة يسألونه ويقولون نسألك مرافقتك في الجنة يا رسول الله. تعرف لماذا؟ لأنهم لن يذوقوا حلاوة الجنة إلا برفقة الحبيب صلى الله عليه وسلم. فيا رسول الله نعلم أننا لو سلمنا عليك وقد سلمنا عليك يا رسول الله بأنك تحضر مجالسنا، فيا رسول الله نسألك مرافقتك في الجنة، ونرجوك أن تتشفع عند ربنا أن يكتبنا في أصحاب الجنة، وأن يكتب أسماءنا في أهل الجنة، وأن يكتب لنا تجلي من أنوار صحبتك التي هي الجنة، يا جنة الجنة. اللهم بجنة الجنة صل على جنة الجنة. اللهم صل على الحبيب محمد في الأولين وفي الآخرين وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم صل عليه صلاة تطيبنا بها وتنالنا بأنوارها رب العالمين. اللهم إنا نسألك يا ربنا أن تصلي على الحبيب صلاة دائمة يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك أن تنشر في قلوبنا الأنوار، وأن تكشف لنا من حقائقك الأسرار، وأن تشملنا باسمك الغفار، وأن تكتب أسماءنا في ديوان أهل الجنة ذات الأنوار. اللهم إنا نسألك يا ربنا أن تأخذنا منا إليك. اللهم خذنا منا إليك. اللهم خذنا منا إليك يا غياثنا يا مولانا يا ملاذنا يا مالكنا يا مليكنا. اللهم إنا نسألك أن تضل بنا على أنفسنا. اللهم إنا نعلم أنك تبار، فأكتب يا ربنا لنا أن تأخذنا منا إليك وأن تنقينا من السوى. اللهم نقينا من السوى. اللهم نقنا من السوى بأنوارك يا رب العالمين. اللهم خذ هذه القلوب التي أقبلت إليك لتبقى في حضرتك على الدوام. اللهم اكتب لنا أن نبقى في مقام صدق يا رب العالمين. اللهم ادخلنا في حضرتك واكتب لنا دوام استحضار أننا في حضرتك يا مولانا على الدوام. اللهم إنا نسألك أن تنشر في قلوبنا الأنوار، وأن تكشف لنا من حقائق الأسرار. اللهم إنا وقفنا ببابك ولذنا بأعتابك نرجو رحمتك ونخشى عذابك، فاغفر لنا يا أرحم الراحمين. اغفر لنا ذنوبنا على ما كان منا من عمل. اغفر لنا ذنوبنا على ما كان منا من عمل. اغفر لنا ذنوبنا على ما كان منا من عمل. يا مولانا أنت الأمل، اغفر لنا يا ربنا، اغفر لنا ذنوبنا كلها يا رب العالمين. اللهم اقبلنا على حالنا هذا الآن يا رب العالمين، وادخلنا اللهم على حضرتك بسر أسرار الحبيب، بسر أسرار الحبيب، بسر أسرار الحبيب. يا مولانا يا علام الغيوب اغفر لنا كل الذنوب. يا مولانا يا علام الغيوب اغفر لنا كل الذنوب. يا مولانا ارحمنا منا يا رب العالمين، وخذنا منا كما تأخذ عبادك الصالحين المخلصين. خلصنا اللهم من أدراننا، ونقنا كما تنقي الثوب الأبيض من الدنس. نقنا اللهم بما تحب على هيئة ما تحب وبكيفية تحبها يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك أن ترضى عن مشايخنا وخص بالرضا الزكي يا رب العالمين، والحقنا بهم يا ربنا على السلامة والعافية والإيمان والإسلام يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك يا ربنا أن تجعل آخر كلامنا يا مولانا لا إله إلا الله محمد رسول الله. اللهم إنا نسألك يا ربنا أن تجعل جمعنا جمعا مرحوما، أن تجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، وألا تغادر فينا ولا في من نحب يا مولانا شقيا ولا محروما. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلاة وسلام على النبي الهادي الأمين. وأقم الصلاة. الله أكبر الله أكبر.